قربوا كاين شي قصص مكتوبة من قبل ما تبدا، بحال شي ماكينة ديال المأساة اللي غير كتخدم صافي ما كاينش رجوع للور. اليوم غادي نهضروا على واحدة من هاد القصص، قصة أنتيغون ديال جون أنوي، قصة على الواجب، القانون والمصير المحتوم. شوفوا، المسرحية كتبدا بهاد جملة بسيطة ولكن خطيرة، كتقول لنا من الدقة الأولى هادو ماشي ناس حقيقيين عندهم حرية يختاروا، لا، هادو مجرد شخصيات جايين يلعبوا دور اللي ديجا مكتوب ليهم. يعني القصة بدات والمصير ديجا تحدد. إذن يلا نبداو. الجزء الأول، المسرح واجد والأجواء مشحونة. يلا نتعرفوا على اللاعبين في هاد المسرحية. أولاً عندنا أنتيغون، هذيك البنت اللي كتبان ساكتة ومنعزلة ولكن في داخلها نار شعلة، هي بطلة المأساة. من جهة أخرى كاين خالها كريون، الملك الجديد، راجل عملي عيان من السياسة والحروب وكل همه هو يفرض النظام. وكاينين الآخرين، اسمان خت أنتيغون اللي كتبغي الحياة، هيمون خطيبها المربية. كل واحد فيهم عنده دور محدد وغادي يلعبوه حتى الآخر. باش نفهمو مزيان خاصنا نرجعو شوية اللور. مدينة طيبة يلا خرجت من حرب أهلية خايبة، حرب بين جوج خوت ولاد أوديب، إيتيوكل وبولينيس، بجوجهم ماتوا قتلوا بعضياتهم على العرش. إذن الوضع متوتر بزاف، المدينة مقسومة والجو كله ترقب. وهنا فين كيدخل كخيون، خالهم اللي ولا هو الملك. أول حاجة دارها فرض واحد القانون صارم، قال إيتيوكل اللي دافع على المدينة غادي نديروا ليه جنازة ديال الأبطال، ولكن خوه بولينيس اللي هاجم المدينة غادي يبقى مرمي في العرا طعام للكلاب والطيور، واللي حاول يدفنو المصير ديالو هو الموت. صافي، هاد القانون هو الشرارة اللي غادي تشعل العافية كلها. ودابا القصة ديالنا كتبدا فعلا في داك الوقت اللي كيكون بين الليل والنهار، في الفجر، كلشي هادئ كلشي ناعس، إلا شخص واحد عنده سر. كنشوفوا أنتيغون راجعة للقصر بوحدها، حفيانة هازة السباطة في يديها، الدنيا كلها مازال ناعسة. منين جاية؟ شنو كانت كدير برا في هاد الوقت؟ هاد المشهد بوحدو كيخليك تطرح 1000 سؤال. أول وحدة كتلقاها هي المربية ديالها، المرأة البسيطة اللي ربتها. كتسألها سؤال عادي، منين جاية؟ والجواب ديال أنتيغون ماشي عادي بالمرة، كنت تسارة، يلا بغيتي تشوفي دنيا بلا ألوان. هنا كيبان الفرق بين جوج عوالم، عالم المربية ديال الهموم اليومية وعالم أنتيغون المظلم والشعري. المربية مسكينة، عقلها مشى لبعيد ولكن في الاتجاه الغلط. شنو ممكن بنت تكون كدير برا في الفجر؟ أكيد عندها شي عاشق، هذا هو التفسير الوحيد والمنطقي بالنسبة لها، وهي ما عارفاش أن الحقيقة أكبر وأخطر من هاد الشي بكتير. وأنتيغون ما كتصححش ليها، كتخليها تثيق هاد الكذبة. علاش؟ يمكن حيت ساهلة، ويمكن حيت عارفة أن حتى واحد ما غادي يفهمها. هاد اللحظة كتبين لنا شحال هي وحيدة في العالم، معزولة بالسر ديالها. ومن بعد كتقول لها جملة كلها نذير شؤم، جمعي دموعك يمكن تحتاجيهم مرة أخرى. بحال كتقول لها هادشي اللي كتبكي عليه دابا راه والو، اللي جاي كفس بزاف. هي عارفة النهاية، هي عارفة باللي هذه غير البداية ديال الحزن الحقيقي. ودابا غادي ندوزو لواحد المواجهة أساسية، المواجهة بين أنتيغون وأختها إسمين، جوج خواتات ولكن جوج عقليات مختلفة تماما. إسمين كتدخل على الخط، هي ماشي بحال المربية، فهمات شنو كيدور في راس أنتيغون، باتت الليل كامل وهي كتفكر، وأول كلمة قالتها ليها كانت أنتي حمقى. إسمين هي صوت العقل، صوت المنطق وصوت الخوف. الحجة ديالها بسيطة وواضحة، غادي يقتلنا. القانون ديال كريون ماشي مجرد كلام، العقوبة هي الموت. بالنسبة لإسمين الحياة أهم من أي حاجة، وهذا الشيء اللي كتحاول تفهمه الأنتيغون. ولكن الجواب ديال أنتيغون جواب كيبرد الدم، كتقول ليها ببساطة أكيد، بحال هادشي عادي، كل واحد والدور ديالو، هو خاصو يقتلنا وحنا خاصنا ندفنو خونا. بالنسبة ليها هادشي ماشي اختيار، هذا هو الدور اللي تعطاها في هاد الحياة وخاصها تلعبو كيف ما كان الثمن. وهنا كيبان الفرق الكبير بيناتهم. إسمان كتمثل العقل، كتقول خاصنا نفهموا الوضع، حنا ضعاف والحياة غالية، هي باغا تعيش. أما أنتيغون فكتمثل الواجب المطلق،
ما كيهمهاش تفهم، اللي كيهمها هو تفعل. الواجب فوق كل شيء، واخا يكون الثمن هو الموت. وحدة كتختار الحياة والأخرى كتختار الواجب. وفاش اسمين صافي عيات كتحاول تقنعها، أنتيغون كتلوح ليها القنبلة، كتقول ليها بهدوء: فات الأوان. كيفاش فات الأوان؟ فاش تلاقيتيني كنتي جاية من تما، صافي، الفهل تم، هي ديجا خرجت وحاولت تدفن خوها، النقاش سالة. هنا صافي القرار تخاد والفعل تدار، بحال شي واحد ورك على واحد الزر والماكينة ديال المأساة بدات كدور وما بقى ليها كيفاش توقف. وهنا فين كيدخل الكورس اللي هو بحال الراوي وكيشرح لينا شنو واقع. كيستعمل واحد الصورة معبرة بزاف. دابا الرسور تزير، تخيلوا معايا الرسور تزير حتى الحد ديالو، دابا ما بقى لي غير تطلق بوحدو. هذه هي المأساة، وبمجرد ما كتبدا صافي كتمشي للنهاية ديالها المحتومة. الفرق بين المأساة وأي نوع آخر من القصص هو أنه في المأساة ما كاينش أمل، ما كاينش شي بطل غادي يجي ينقذ الموقف في اللحظة الأخيرة، لا، الشخصيات محبوسة في واحد الطريق عندها نهاية واحدة، وكل اللي بقى لهم يديروه هو يغوتوا، يوصلوا الصوت ديالهم قبل ما كل شي يسالي. وفي الآخر المسرحية كتخلينا مع هاد السؤال الكبير، سؤال اللي ما عندوش جواب سهل. فاش كيتحط الواجب ديالك، الواجب الأخلاقي العائلي ضد القانون ديال الدولة، شنو هو الاختيار الصحيح؟ واش نتبعوا القانون بالحرف وخا يكون ظالم، ولا نتبعوا الضمير ديالنا ونتحملوا العواقب؟ هاد هو الصراع اللي خلاتو لينا أنتيغون، صراع مازال كيتعاود حتى اليومنا هذا.